ازيكم؟ النهارده هعمل لكم كده طواجن الرز معمر بتاعه الفلاحين بتاعه المنصوره. بصوا، ده طواجن الرز المعمر اللي تاكليها في افخم المحلات وعمرها ما تكون بالجوده دي. هقول لك النهارده التركات والحاجات الحلوه اللي هتخليها ناجحه معاكي، رز معمر مفلفل وفي نفس الوقت زي الفل. كمان كده معايا بط يعني عامله دكر بط، كنت وعدتكم قبل كده لما نزلت فيديو لدكر البط لمشترياتي من البط، وقلت لكم على المكان اللي انا جايبه منه. قلت لكم هعمل لكم فيديو عن طبيخ البط، وللامانه طلع تحفه وهقول لكم نتيجته في الاخر، وزي ما انتم شايفين اصلا النتيجه من دلوقتي. دكر البط معايا انا كده مسكته وغسلته كويس قوي، غسلته بملح وليمون ودقيق. اهم حاجه عندي بغسل البط بدقيق وملح، ده اهم نقطه. غسلته كويس قوي ووضبته كده وعملت له عصرت له عصيره ليمونه، وبعدين صفيته كويس قوي وهبدأ بقى ايه ان انا اشتغل فيه. طبعا الدكر البط ما شاء الله كان وزن كبير، فاخترت له حله كده المونيا تكون كبيره عندي. حطيت كده كام ورقه لورا، وهحط حته كده من القرفه الخشب، وكام فص حبهان سلام زي ما هم صحاح كده، وكان برضو واحده قرنفل اللي هو القرنفل المسمار، زي ما هم كده مش مطحونين، عشان يدي كده نكهه وطعم ومذاق خاص كده للشوربه. بصوا طبيخ زمان، طبعا دكر البط هسلقه عادي خالص، بس هحمره في الفرن بطريقه يعني عاديه برضو، مش هقولك فيها اي افتكاسات. حطيت كده بصلايه وحطيت طماطمايه علشان يتشوح كده كويس. وبعد ما يتشوح حلو، يعني انا بحب اشوح البط قوي عشان ينزل الدهن اللي فيه زي ما انتم شايفين، او السمونيه اللي فيه بتبقى حلوه قوي في الشوربه، ولو هتعملي بها اي حاجه جنب الاكل بتبقى جميله. حطيت ميه سخنه زي ما انتم شايفين، لازم تكون ميه سخنه عشان تساعدك كده في السوى. طبعا البط النهارده ما شاء الله والله يا جماعه ما خد سوى خالص، بط شمورت تحفه يعني. بصوا، ده البط الفلاحي اللي يتقال عليه كده. يلا نبدا على طول نشتغل في الرز المعمر. طبعا معايا هنا الطواجن انا بدهنها كده بزيت، يعني او بسمنه سايحه او اي حاجه، المهم انا دهنتها بزيت. طبعا معايا كميه الرز، انا كنت معايا الرز الاول غسلته ونقعته كده يجي 10 دقايق وصفيته كويس قوي. كده هحط كميه الرز، لازم تكون انا قبل ما اشتغل او قبل ما اغسل الرز اصلا او قبل ما انقعه شويه كان اصلا مش جاي نص الطاجن، يعني كان الرز اقل من نص الطاجن. فانا لما الرز اتغسل شويه خلاص هخلي الرز لغايه نص الطاجن كده، وانا معايره العيار مظبوط، وهحط الكميه كلها. بعد ما مسحت مسحه الطواجن زي ما قلت لك بتكون مهمه يعني، هي اختياريه بس بتكون برضو ما تخليش الرز يلزق في الطاجن ولا حاجه، بتكون حلوه. هصفي كده بقيه الرز واحط الكميه كلها. هحط لكل طاجن كده شويه ملح صغيرين حسب ما انت بتحط الملح بتاعك، وكمان كده رشه سكر صغيره قوي يعني ما تبانش خالص حاجه كده، مش جايه حتى ربع معلقه اهو زي ما انتم شايفين. زي ما طبعا دي زبده السمنه السايحه ديت، انا برضو هعمل لكم فيديو عليها، سمنه تحفه مش قادره اوصف لكم حلاوتها. هنا بقى كمان انا حطيت اللبن، بصراحه ما كنتش غليته، والله جيت اشغل الانبوبه، احنا ما شغلناش لسه الغاز الطبيعي، لقيت الانبوبه مشطبه، قلت خلاص الفرن هيقوم بالدور كله. طبعا هنا زي ما انتم شايفين حطيت كده كميه اللبن، غطيت الرز وزياده، خليت اصلا كميه اللبن ماليه الطاجن ما شاء الله زي ما انتم شايفين. حط بقى كده ايه من معلقه زبده سايحه، حط حته قشطه تخليه نغنغه، مش عارفه اوصف لكم بجد طعمه، والله ما كان عايز لا بط ولا عايز اي حاجه، طعمه جنان جنان والله. دي سمنه مسيحه انا لسه مسيحاها، وهعمل لكم عليها فيديو لانها حلوه قوي وتستاهل ان انتوا يعني تستاهل الفيديو، يعني تستاهل الفيديو اللي انا هعمله لها. هنا حته قشطه، انتوا عارفين بقى ان انا شغل كله في القشطه والجبنه والحاجات دي، وانا اصلا عمري ما استغنى عن القشطه في حياتي يعني. بصوا القشطه دي تعمل فيا تسوي فيا والله، تخني ترفعني، هي القشطه ماليش دعوه، القشطه ديت حياتي كده. احط كده لكل واحده كده قولي ايه نص معلقه من الكبيره. وبعدين اهو زي ما انتم شايفين الطواجن كده زي الفل كده تمام معايا، احطها بقى في الفرن وهنطلع بالنتيجه ان شاء الله، واوريكم الحلاوه بقى ايه لما تطلع. طبعا لما حطيت الرز في الفرن، الطواجن ديت يا جماعه عشان يعني بديكي معلومه، اللي هي الطاجن اصلا اول يعني انت بتحمي الفرن تحت وفوق، وبعد كده بتروحي مهديه خالص من تحت او طافيه، لان الطاجن بياخد سخونيه جامده قوي، بياخد سخونيه كامله، بيفضل يغلي لوحده وبيسوي الرز اصلا. يعني انا طفيت من تحت وسبت من فوق، وبعدين حسيت كده في الاخر اللي هو عايز يتقاد عليه شويه كمان من تحت، قمت مشغله من تحت. انتوا عارفين بتاع الفرن بتاعي اللي هو القديم اللي خالص اللي هو العادي يعني، بتكلم على فرن الغاز العادي. زي شايفين الرز مفلفل وتحفة، ريحته جميلة، ريحته حلوة حلوة يعني بجد. اللبن طبعا ما شاء الله كامل الدسم،
والسمنه مساحه، حطيت لكل واحد كده حته كده صغيره كده من السمنه الزبده المسيحه، وحطيت كمان حته قشطه، حاجه تحفه. نيجي بقى يا ولاد للدكر البط الخرافه، داخل علينا مواسم، كل سنه وانتم طيبين. انا عايزه اقول لكم ان البط ده من الست اللي اسمها كريمه ام ابراهيم، اللي انا جايبه منها كميه البط. والله العظيم البط طلع فوق يعني فوق الخيال، والله يا جماعه تحفه. بصوا هو نتيجته انا سلقاه ولا عامله فيه حاجه ولا مسويه حاجه، على فكره انا دهنته بس حته سمنه بلدي صغيره خالص او زيت، يعني زيت، وحطيته في الفرن. بصوا كان عامل زي يعني ما شاء الله، احمر من فوق ومن تحت كده، معرفش ازاي، بجد جميل. طعم الرز البط مش مغطى على الرز. طعم البط جنان. انا كنت بقول لكم الرز عايز يتاكل لوحده، لا هو البط تحفه والله العظيم. ان شاء الله اسمها كريمه ام ابراهيم، وانا هحط لكم ارقام تليفوناتها تحت في التعليقات. والله يا جماعة بعد ما طلبت البط ده، والله طلبت كمية بط كمان، بجد والله انا جبت كمان كمية بط من حلاوته. بصوا القناتي حلوة والدكورة حلوة وما شاء الله، فراخ بلدي تحفة، تحسي اللي انت مربيها في بيتك، هي فعلا متربية في البيت. والله يا جماعة بالأمانة بقول لكم، علشان انا كنت وعداكم ان انا هعمل لكم فيديو عن البط، علشان تعرفوا نتيجته، ويعني بط بقى كبير في السن ولا عجوز ولا لا، شمرت ونضيف نضيف نضيف، واكل من البيت بط حلو يعني. بنصحكم بالست كريمه اللي هي ام ابراهيم ديت. انا مش مستفاده حاجه بصراحه غير ان هي ربنا يرزقها، لان هي فعلا الحاجه بتاعتها حلوه حلوه يعني. ها وصلنا لاخر الفيديو، ما تنسونيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس علشان ان شاء الله يوصلكم مني كل جديد. وانا هحط لكم رقم التليفون بتاع الست كريمه في صندوق الوصف، علشان يعني اللي عايزه ياخده مع. خلاص يا ولاد هحط لكم هنا كمان، قلت يعني احط لكم بالمره علشان يبقى الرقم عندكم. كل سنه وانتم طيبين، وجاي عليكم مواسم حلوه كده، يا رب دايما متهنيين على حبايبكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.